اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل والهنا والورد والياسمين على أحلى عيون ناس في الدنيا دي كلها، عشان احنا النهاردة بالنهار صباحكم فل وزي العسل، نهاركم أبيض وفي كتكوت. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشتركي تحت في القناة من كلمة اشتراك، وتفعلي زر الجرس عشان لما كل ما انزل فيديو يجيلك اشعار بالفيديو اللي انا نزلته. احنا قلنا بقى النهاردة ايه؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وقبل ما نتكلم عليه، ما ننساش دعوة حلوة من قلبنا لأهلنا في فلسطين. يا رب ربنا ينصرهم نصرا جميلا تعجب له أهل الأرض وأهل السماء، آمين يا رب العالمين. ربنا يرحم شهدائهم، وربنا يجعلهم كل اللي بيشوفوه يا رب في ميزان حسناتهم ويعينهم وقوهم على اللي هم فيه بأمانة. ما نملكش غير الدعاء ونقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وفي كل مفتري. نقدرش نقول أكتر من كده. تعالوا بقى ندخل على فيديو النهاردة ونشوف معانا الفيديو النهاردة عامل ازاي، وفي ايه، وفي حوارات ايه، وفي كلام ايه، وفي كل حاجة. بس قبل ما نبدأ بقى يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. انا معايا النهاردة بصراحة قلت بقى ايه، انا هدخل انضف اوضة الولاد. بصراحة الجو برد، مش برد قوي يعني، بس بدأنا اهي. في بقى ايه، ساعة بيبقى برد بيجيلي الفجرية ويبرد قوي، وكانوا بصراحة عند العيال بتغطوا بغطا خفيف كده شوية. قلت لا، انا عايزة اطلع لهم اللي الحفة بقى بتاعتهم يعني ايه، تدفهم شوية عشان ايه نظبط. بس طبعا ما ينفعش ان انا اطلع الحفة بقى واعمل كده لما انضف الأوضة تنظيف ايه عميق. بس بصراحة انا كنت بادئه معاكم الفيديو ده من بدري من قبل كده، بس هو كمل كده حلو قوي، رضا حلو قوي، رضا ان هو وصل معاكم كده. ده بالذات انا كنت بادئاه من ساعة ما كنت بمسح تحت السراير، يا دوب لسه بسمي الله وقامت الكهرباء قطعة. لا حول ولا قوة الا بالله. طب ليه كده يا ست الحاجة، انت لسه عن ميعادك بدري عن ما تقطع؟ قالت لا، انا هقطع بدري النهاردة عشانك، قطع بدري النهاردة عشانك عشان ما تكملش. ماشي. مسكت بصراحة تحت السرير دوت، مسكته نضفته فوق الدولاب بأمانة. شلت المراتب ديت خرجتها في الصالة، مسحت تحت السراير ونضفتها، والحاجات اللي كانت موجودة نفضتها من التراب ورصتها تاني. وطلعت فوق ظهر الدولاب بأمانة برضك، مسكته مسحته ونضفته وظبطته كده. بس بصراحة ما نقلتش الدولاب من مكانه، عشان ما كده ما نقلتش الدولاب. انا مسكت بس نضفته كويس وروقته كده. وهدوم الولاد بقى نضفت الدولاب وروقت. بصراحة كانت الأوضة فل شمعة منورة بأمانة. ريحة النظافة والحلاوة دي حاجة تانية. سيبكوا احنا من الكركبة اللي ساعات بنقعد ونكسل عليها والكلام دوت، لا انت بصراحة اما بتتنشطي وبتقومي تعملي الحاجة بتخلي الحتة فلة. بصوا انا مش بوريكم انا بعمل ايه او حد بيتعلم مني او حاجه، لا احنا كلنا بنشجع بعض بس لا اكتر ولا اقل. انت ممكن تشوفوا فيديو زي ده، ممكن تصبحي تقومي تتجدعني كده وتشوفي اوضتك، اوضه ولادك، اوضه الليفنج عندك، اوضه الانتريه، الصالون، الحته اللي تعجبك اللي انت عايزه تشتغلي فيها. بصراحه انا بدات باوضه الانتريه، باوضه الولاد وبالانتريه. انا كنت شايله الملايات غسلاها بقول لكم، وكنت يعني عامله شويه شغل. قلت ايه حتى قبل التصوير، قلت هعمل بقى ايه، اشيل المراتب وهعمل دي بس النهارده. لكن لما بصراحه لقيت الفيديو هو يدوب بس المسح الجدره كده، وكنت مسحتها مره قبل دي كمان، قبل المره اللي معاكم ديت انا كنت كمان مسحتها مره قبلها. اسفه. بس كانت انا قلت انا بدأت بقى خلاص مش هقف. انا قلت بقى يعني ايه، خلاص مش هعمل الفيديو. بس بصراحة هي جت وانا برص في الحاجة اللي تحت السرير، قلت طالما هي جت بقى واحنا برص في حاجة تحت السرير، قلت خلاص انا همسح الأوضة وانضفها برضك والجدران وده. يعني امسح الجدران وامسح مثلا الدولاب، الكومودينو، الترابيزة بتاعت الولاد. يعني ايه، هكمل بقى.
واخد معاه الانتريه، بدل ما اعمل فيديو للانتريه لوحده وللاوضه دي لوحدها انا اخدهم مع بعض، بحيث ان هما برضك يعني الانتريه ايه شغله مش قوي، فايه فهاخدهم الاتنين فيديو واحد وخلاص. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني ديت هتبقى معايا تكمله، خليكم معايا بس ما تسرعوش الفيديو وهتفهموا انا قصدي ايه. انا هنا مسكتها مسحتها نظفتها كويس جدا اهي كده. بقى هسيبها تنشف لان الجدران بتاعتها برضك مبلوله والارضيه. هنا بقى دخلت في الانتريه، انا كنت برضك شايله الشيله ديت معاكم في فيديو ان انا كنت بغسلها، اللي هي ديت بصراحه اللي هو الكسوه النبيتي ديت ما بشتلهاش كتير، لان طبعا هي بس بتبقى يعني ايه متطربه، فممكن بنفضها وخلاص. لكن ديت بقى عشان احنا بنقعد عليها وممكن رجلنا فيها تراب فيها حاجه، فممكن لو زي ما انتوا شايفينها فيها فاتح كتير فبتتوسخ قوي، فهي دي اللي بشيلها اغسلها كتير بصراحه. فمسكته بقى زي ما انتوا، هنعيد تاني. انا كنت الكهرباء قطع، فركبت الشيلات ديت ونفضت وعملت ومسحت الجدران هنا برضو، بس هرجع اعيد عليها مسحه خفيفه لان انا كنت مسحتها وما كنتش نفضت الشباك. فما نفضت الشباك طبعا اكيد الجدران عشان مبلوله ميه التراب كله راح لزق عليه، فرجعت همسحها معاكم كده برضو مسحه ايه، مسحه خفيفه. انت بتمسحوا الجدران بايه؟ بأومو وكلور بس، او بمعطر وكلور تبع ما انت عايز. انا بصراحه كان عندي شويه معطر صغيرين، حطيت شويه اومو كمان قلت عشان يعني المسح يقضي، ومسحت الجدران كلها. الريحه ريحه نظافه، المعطر مع الكلور مع شويه الاومو البساط اللي خالص، اومو من بتاع الغسال العادي خالص. عايزه تحط، انا بصراحه حاطه اوتوماتيك لاني يعني زي ما انتوا عارفين ان انا ما بستعملش العاديه قد كده، فحطت ذره كده اوتوماتيك وخلاص في جردل المسح. هنا بقى امسك الترابيزه دي كمان امسحها، والكرسي واللي هي الطقطقه دي كل مره تخدني. انا افتكر ان اللي هي القعده بتاعتها ديت رخام، وانا كنت وديتها لحد زي ما انا قلت لكم مره قبل كده عملتها خشب. كل ما اجي اشيلها افتكر، لان هي كانت وقعت على رجلي مره ورجلي عدت مربوطه كتير بسبب. كل مره اجي اشتغلها اتخط، كل مره اجي اشتغلها احس ان هي رخام، فتقوم رايحه واقعه على ايه، على رجل. دي ايد القرد بنتي اللي هتيجي ايه يا سعاد انت بتعمل عادي يا جماعه، هي بنتي بهزر معاها عادي مفيش مشكله، بقول لها يا قرده حبيبه ماما كتكوتة ماما اي حاجه. بصوا يعني ايه صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. إيه ما تركزوش معايا في الحته اللي بتبان فيها يعني ناحيه من وشي ليه، فعادي اعتبروا نفسكم مش شايفينها، لاني الفيديو ده عذبني بصراحه. انا ما كنتش عايزه انزله بس قلت يلا اهو، ما تركزوش معايا بعد اذنكم. اللي يكتب في التعليقات حاجه كويسه، مش يكتب حاجه. هنا حتى نشوفه هنا شادة الفريزر الناحية دي باين خالص هنا اهو. دي مسحة بسيطة بقى، قلت يعني ايه لو من التراب من حاجة، مسحة خفيفة كده. وهنعلق الستاير وهنظبط الدنيا النهاردة تظبيطة ايه تمام التمام. بقالي كتير قوي بصراحة معلقت الستاير اوضة الولاد، انا كنت سايباها كده في الصيف بالذات، بحب الشقة كده متهوية مفيش سجاد مفيش ستاير. الدربكة بتاعت الجو الشتا ده ما بحبهاش بصراحة. مش ما بحبش الشتاء، لا انا بحب الشتاء وكل حاجة، بس السجاد الغطاء البطاطين الهدوم الكتيرة هي دي بس اللي هي دي اللي بتعمل. لكن كجو شتاء انا بحب الشتاء طبعا، دفا وقعدة وكل حاجة. بس بقى المشكلة انك تيجي تشتري سجادة تيجي تعملي حاجة تبقي دايما متكتفة في الشتاء شوية، لكن في الصيف بتبقى الحركة بتبقى ايه واسعة، بتقدري تتحركي بتروحي بتيجي كده يعني. فاهمين قصدي؟ يعني واحدة بتقول لكم حطوا لايك حطوا لايك بقى عشان خاطر الايد الجامدة دي، عارفين الايد اللي عدى الجامدة دي انتوا تحطوا لايك لجلة. همسك بقى هنا، احنا سيبنا الأوضة هناك تنشف،
عشان الجدران تنشف والأرضية تنشف، عشان يعني أفرشها بقى. هنا برضو هعمل نفس الوضع، هكنسها وامسحها، بس هنا بقى مش يعني المقطع ان انا بمسح فيه ما جاش، معرفش راح فين، هشوفه دلوقتي. هنا بقى زي ما انا قلت لكم اهو، طلعت اللحفة بتاع الولاد، هرصها كده بس مش هفرش ولا حاجة، لسه الجو مش ان هو محتاج انك تدفي السرير او ولا حاجة، فقلت هطبقها كده بس تطبيقة خفيفة. هي الحفة الفايبر بتبقى خفيفة بصراحة، جميلة حلوة بصراحة. السجادة دي هفرش، انا عارفة ان هي مش لايقة على الأوضة وشكلها مش قوي، بس ان شاء الله على ما ربنا ييسر الامر كده، يا رب يا رب ييسرها على الجميع، وهشتري واحدة ان شاء الله للأوضة دي بإذن الله. بإذن الله ربنا يجيبش حاجة وحشة يا رب ان شاء الله. هشتري واحدة للأوضة. هنا انا علقت الستاير، ودي كراسي انا جايباها على فكرة لسه مش بقالها كتير، الكراسي دي جايباها للأوضة عشان الولاد وهم بيعملوا واجباتهم وكده بيبقوا يقعدوا عشان الترابيزة. ودي الانتريه كمان اهوت، علقت برضك الستاير بتاعته ومسحته بقى ونضفته. هجيب بقى السجادة اللي هي ديت هي دي حافظة على فكرة، بس انا حباها خفيفة كده حتى ما بتتوسخ بعرف اغسلها بسرعة. الكرسي ده هعدله دلوقتي. وده كان الفيديو بتاعنا، ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد وكده. اشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامة.